يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة. العيال قالوا لي كل ده يا ماما ما خرجناش مصيف خالص. قلت لهم طب خلاص هخلص اللي ورايا ونخرج نقعد لنا يومين بره، بس لازم كل حاجة تبقى رايقة عشان الواحد يفتح باب الشقة وهو راجع يلاقي الحاجة كويسة. وطبعا ما نسيناش المية نقفلها والنور نطفيه، والمطبخ طبعا لازم يتوضب عشان ده ريحته اكتر حاجة بتظهر. ووضبنا كل حاجة، وفي الاخر قعدت انا بس سرحت في الريسبشن شوية. قلت لهم لا انا مش ماشية لما اخلصوا، بس انا قلت للعيال في الوقت ده كل واحد يوضب حاجته، وانا لما اخلص هشوف ايه اللي ينفع ناخده وايه اللي ما ينفعش ناخده، ويعمل لكم الاكل او المكان نشوف فيه اكل ولا لا. المهم قعدنا وخلصت وسرحت. هو انتوا فاكرين ان احنا طلعنا المصيف؟ فعلا ما حصلش. كل اللي حصل ان انا سويت وخلصت اللي ورايا وكنت مرتاحة. اما المصيف مرة تانية بقى. المهم ما يزعلوش مني، مرة جاية نعوضها لهم، وممكن اعمل حاجة تانية في الشقة. ويا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة.